بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد. المرة اللي فاتت اتكلمنا ازاي نعمل insert وقلنا ان الانسرت ليها نوعين. أول حاجة لو أنا عايز أعمل insert لvalues معينة، أنا عندي الفاليوز هكتبها مانوال، أو لو عندي من السورس تيبل وعايز أوديها للتارجت تيبل فأنا هستخدم الانسرت DML مع DQL الكويري لانجوج بتاعتي. واتعلمت ازاي ان انا اعمل insert وبعد كده اعمل ايه، ادخل السورس تيبل بتاعي عند جوه التارجت تيبل بتاعي. واتعلمت كمان ان انا ازاي اعمل insert عادي. جميل جدا. طيب، وعرفنا كمان انا بالنسبه لي الانسيرت هو ماشي ازاي. الانسيرت انتو وادي له اسم التيبل نيم وبعد كده بمرر له الكولوم، او ممكن اشيل الكولوم لو انا مدخل الفاليوز بالترتيب صح. وقلنا لازم نبقى الرول بتاعتنا لازم يبقى عندنا عارفين الماتش ذا نمبر اوف كولوم هو قد الفاليو. يعني انا لو هنا حطيت 3 كولوم يبقى 3 فاليو، لو حطيت رابع فاليو هيضرب معايا ايه. جميل جدا. طيب، هاجي اتعلم النهارده اللي انا ازاي اعمل ابديت. الابديت نفس فكره الانسيرت، بس كنت بدل ما اقول له انسيرت انتو تيبل، لا المره دي هقول له ابديت وادي له اسم التيبل نيم بتاعي، وبعد كده ادي له السيت بتاعتي وادي له الكولومز اللي انا محتاج اغير الفاليوز بتاعتها. وبعد كده انا ممكن ادي له وير كونديشن. طيب، وانا ممكن ادي له وير كونديشن بس؟ لا، ده انا لازم ادي له وير كونديشن. ليه؟ لو انا ما اديتلوش وير كونديشن، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه هيحصل بالنسبه لي هيقوم مغير لي كل الرولز اللي عندي في التيبل. يبقى انا لازم ادي له الكونديشن بتاعي عشان ما يطبقش الابديت ده على اي رو يشوفه وهو شغال. طب خلينا ناخده مثال. طيب، جيت عملت سيلكت اسرس فروم كاستمر عشان نطبق الابديت، طلع لي الفيرست نيم الكانتري السكور بتاعي. طيب، انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ابديت وادي له اسم التيبل بتاعي للكاستمر. تمام. وبعد كده هاجي ادي له ايه؟ الست بتاعتي. انت عايز تست لمين؟ للكولوم اللي اسمه ايه؟ كانتري، بالمنظر ده. طيب، ست للكولوم اللي اسمه كانتري. تمام. والقيمه بتاعته مثلا ايه؟ ايجيبت. طيب، انا عملت كده مثلا الكانتري بايجيبت. لو جيت عملت رن على الشكل ده، ايه اللي هيحصل؟ كل الكانتري، كل الروز بتاعت الكانتري هتتحول لايه؟ لايجيبت. تمام. بدل جيرماني هيشيلها ويحط ايجيبت، يو اس اي هيشيلها ويحط ايجيبت، وهكذا. طب لا، انا عايز اسبيسيفيك لحاجه معينه. مين مثلا اللي عنده نال؟ مين مثلا؟ سعد. سعد ده الكانتري بتاعته نال، فانا عايز اعمل لها ست عن طريق مين؟ الحاجه اليونيك اللي انا اقدر امسك بيها سعد. ايه هي؟ الاي دي اللي هي عمرها ما هتتكرر في التيبل. فاجي اقول له هنا ايه؟ وير الكونديشن بتاعي وير ايه؟ ان الاي دي بتساوي ايه؟ بيساوي 7. تمام. طيب، لو انا جيت عملت رن قال لي ايه؟ 1 رو افكتد يعني. تمام. هاجي هنا اعمل لده رن على ايه؟ بعد. تمام. اتحول لايه؟ لايجيبت. طب انا عندي 2 نل، لو انا عايز احط اكتر من تعديل. تمام. عندي مثلا الاء. طيب، انا دلوقتي عايز احول السكور، اغير السكور وغير كمان ايه؟ بسم الله، اغير الكانتري والسكور. فانا عايز اقول ايه؟ عايز اقول هنا ابديت كاستمر سيت كانتري ايجيبت. تمام. وعايز اديه كمان حاجه، فعايز اقول له ايه كمان؟ الكولوم الثاني اللي اسمه سكور. تمام. ايكوال وليكن مثلا ايه؟ 650. طيب، هنا مثلا كانتري ممكن نغيرها نخليها ايه؟ سعودي عربيا، بالمنظر ده. طيب، وير الاي دي بتاعي كام؟ الحاجه اليونيك اللي انا ايه؟ ما بتتكررش عندي هي 10. تمام. الاي دي بتاعها، انا هاجي اقول له ايه؟ الاي دي ب 10. لو جيت عملت رن، تمام، قال لي 1 هو افكتد، فهو بالنسبه لي ايه؟ كده تمام. لو جيت عملت رن على ايه؟ غير لي الشغل بتاعي من نل الى ايه؟ الفاليوز اللي انا عملت له سيت ليه. طيب، عندي كمان ايه؟ الديليت. السنتكس بتاعي لو انا دلوقتي الديليت فروم تيبل، تمام، لازم اديله التيبل نيم وبعد كده لازم اديله الوير كونديشن.
ليه؟ علشان لو أنا ما اديتلوش الwork condition هيقوم ماسك لي كل الrules مسحها لي. طيب أنا علشان أقدر أطبّق، يالّا بينا نطبّقه ده، وأنا شغّال هنا هاجي أعمل إيه، هاجي أدّي له، أنا عايز أمسح مثلًا، خلّينا إيه، آآ عايز أمسح اللي فيهم null. أنا ممكن أعمل حركة حلوة، آجي أقول له امسح لي الrules اللي فيها null، فآجي أقول له إيه، آجي أقول له ممكن نجرّب الاتنين، نيجي نقول له كده إيه، هاقول له delete، تمام، from، وأدّي له اسم الtable name customer، تمام، وبعد كده أقول له إيه، لو سِبتها له بس كده هيقوم عامل لي إيه، ماسح لي كل الdata اللي في الtable. لأ، طَب أنا عايز specific، هاقول له مثلًا إيه، where ID بتاعي equal 10، الحاجة الunit اللي أنا أقدر أمسح بيها، امسح لي مثلًا الrow بتاع آلاء، تمام، هاجي أعمل run، قال لي one row affected، هاجي أعمل select، ألاقي فعلًا اتمسح. طب جميل جدًا. طب أنا ممكن أمسح كذا multiple إزاي؟ عن طريق مثلًا اللي أنا عايز أقول له امسح لي والله الناس اللي عندها null value دول بالنسبة لي أنا محتاج أنضّف الdata set، الdata set كده بالنسبة لي مش clean، أو الdatabase بتاعتي مش clean، فأنا محتاج أنضّفها قبل ما أعمل لها export. فأنا ممكن أقول له إيه، امسحهم لي كلّهم. طب هاقول إيه مثلًا where الscore null، هالاقي إيه الtrue row affected، يعني اشتغل معايا وما فيش أي مشكلة. فأنا دلوقتي بدل ما كنت أعمل له equal null، لأ، لو اديت له is null هالاقي الموضوع معايا اختلف. لو جيت عملت run، تمام، ألاقي مسح لي إيه، مسح لي بالIDs بتاعته اللي كان null value. فاضل لي آخر حاجة لو أنا عايز أتعلمها، لو أنا جيت هنا باجي أعمل إيه، الtruncate. كنا متكلمين في الtruncate في الDQL، قصدي sorry في الDDL. عايزين هنا نعمل select asterisk from، كان عندي persons، آجي أعمل run، كان عندي القيم بتاعتي بالnull values بكل الكلام ده. طب يبقى عايز أعمل truncate، فآجي أعمل أدّي له إيه، truncate truncate، تمام، وآجي أدّي له إيه، الtable بتاعي اللي هو اسمه إيه، اسمه persons بالمنظر ده. لو جيت عملت run هالاقي إيه command complete successfully. لو جيت عملت select ليه هالاقي إيه، هو موجود بس فاضي. كده إحنا خلّصنا الDML، وكده إحنا خلّصنا الDML الdata manipulation language، خلّصنا الinsert، الupdate، الdelete. هنتكلم بعد كده على، خلّصنا يعتبر مستوى الbeginner، بالنسبة لنا هنتكلم بعد كده مستوى الintermediate. عندنا الfiltering للdata والcombining للdata، هنتكلم عنهم إن شاء الله بالتفصيل. لو في أي استفسار سيبوه في الcomments، وكمان ما تنسوش تعملوا like والshare والsubscribe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.